مين بياخد اعتراف كامل؟ يقصد في المعادلة أو ما بتقدم على البشايد، مين بياخد اعتراف كامل إن هو ما يجيش يعمل معادلة في ألمانيا؟ أي تمريض بيقدم عدد ساعات دراسية مطابقة للساعات الدراسية الألمانية نظري وعملي بيكون هو مؤهل إن هو يجي ياخد اعتراف كامل فول أنركينونج، وبيطلع له الأوركوندا بتاعته بعد ما يقدم على ورقة اللي هو ترخيص مزاولة المهنة الألماني. هو مطابق لعدد الساعات الدراسية النظري والعملي في خلال دراسته اللي في البلد الام، علشان كده بيجي ما يعملش معادله، يشتغل على طول كاخصائي تمريض في المانيا، علشان هو درس بالفعل عدد ساعات دراسيه مطابقه للنظام الالماني الدراسي العملي والنظري. بيقرر ده موظف مكتب المعادله، بناء عليه هو اللي بيطلع القرار ده بعد ما بيطبق ورقك. اولا القرار ليه هو في الاول وفي الاخر، هو اللي بيكون شايف بناء على اوراق قدامه وقوانين هو شغال بيها. هل تقدر ان انت تتظلم مثلا على موظف مكتب المعادله؟ تقدر، ولكن ماخد كاينزن زي ما بيقولوا الالمان، مش بلا جدوى من الاخر. يعني هو قراره ملوش ان هو حد يقول له مثلا انت عملت كده ليه، لانه هو يقول لك انا شايف واحد اتنين تلاته وشايف ان الراجل ده يجي يعمل معادله.